علاش تشريوهم من برا نتوما قادرين نديروهم وحدكم في الدار. طرونش بدوق الليمون بزاف بنان. جبتهم لكم اليوم بطريقه مبسطه وسهله وراح يجيكم مشربين كيما تاع برا. اربحوا نحضروهم كيف نبداو بكريمه الليمون. عندي 2 حبات بيض مع نص كاس سكر وقشور الليمون ولافاني. نخلطوا هاد المكونات مليح حتى يذوب لنا السكر ونزيدوا نص كاس عصير الليمون. نخلطوا كلش بارد في بارد ونحطوهم فوق النار مع التحريك المستمر. كي طيبوا تعقد نحيوها من النار نزيدوا عليها مغرف كبيره زبده. نخلطوها مليح ونصفيو الكريمه ونغلفوها بابي فيلم اون كونتاكت ونخليوها في الفريجيدير تبرد على الاقل ساعه. للجينواز عندي 4 بياض بيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه السليم. قرصه ملح نضربهم شويه حتى دير لنا هذيك الرغوه. نزيد عليه 100 غرام سكر ولا 3 دفعات ونبقى نضرب فيه حتى يطلع لنا مليح. بعدها نزيد مغرف صغيره لافاني وربع صفار بيض. نبقى نزيد بالوحده ونضرب حتى نكملوا كامل الكميه. ونزيدوا 100 غرام فارينه لا 3 دفعات ولازم تغربلوها ونخلطوا من الاسفل الاعلى باه ما يطيح لكمش البياض. ونفرغ الخليط في بلاطو 30 على 40 اللي يسويها مليح وندخلوها في فرن مسخن على 160 درجه. طيبوها لمده 10 دقائق فقط. بعد نطفيو ونشعلوا عليها تحمر من فوقها. خليوها تبرد مليح ونقصوها الى 3 قطع ونخليوها بجهه للكريمه. عندي كاس ربع شونتيست عليه 2 علب ياغورت بدوق الليمون مع نص كاس حليب يكون بارد و2 مغارف كبار كريمه الليمون. نضربوها مليح بالباتر وهكا تكون الكريمه تاعنا وجدت. نحطوا طبقه اولى من الجينواز نشربوها مليح بالسيرو. نزيدوا عليها طبقه من الكريمه اللي سواها مليح ونزيدوا طبقه ثانيه من الجينواز وشربوا كل طبقه مليح بالسيرو باه ما تجيكمش ناشفه. نحطوا طبقه من الكريمه اللي سواها مليح والطبقه الاخيره نقلبوها على الوجه المحمر ونشربوها مليح. ونزيدوا طبقه من الكريمه اللي سواها كطبقه اخيره نحطوا كريمه الليمون نعدلوها مليح وندخلها الكونجيلاتور تبرد على الاقل 4 سوايع. كي تبرد مليح نديمولوها بهذه الطريقه ونقصوا على حرف الزايدين. نعاودوا نقصوها على النص وكل نص نقصوه الى 5 قطع وهكا نكونوا كملنا. وزينتهم بالشونتي والقارص وهكا يكونوا وجدوا. قدموهم وبصحتكم.